وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. الله أكبر، من صام صائم وأفطر. الله أكبر، ما تقبل الله تبارك وتعالى من الصائمين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. اللهم لك الحمد على التمام، ولك الحمد على نعمة الإسلام، ولك الحمد أن بلغتنا شهر رمضان وبلغتنا يوم الجوائز والعطايا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا يوم عباد الله من أيام الله، يوم عظمه الله تبارك وتعالى، ومن تعظيمه حرم صيامه وجعل فيه البهجة والسرور والفرح من شعائر الإسلام. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وأمة الإسلام أمة مرحومة كتب الله عليها الأركان ومباني الإسلام العظام، وجعل في ختامها الأعياد حتى يستبشر العبد ويستيقن أنه إذا أدى هذه الأركان وجاء بها على التمام فله العيد، ليس في الآخرة، لا، بل بالدنيا قبل الآخرة. للصائم فرحتان: فرحة يفرحها إذا أفطر وأتم صيامه فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. ونسأل الله كما أسعدنا وأفرحنا بأن بلغنا هذا اليوم العظيم أن يفرحنا بيوم لقائه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الصائمون، شكر الله سعيكم وكتب الله أجركم، وأسأل الله أن يجعلنا من هذه الآية: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ومن نعمة الله وشكره في ديننا ودنيانا أن نستديم على الطاعة، وكان قدوتنا عمله ديما، وأحب الأعمال إليه ما داوم عليه صاحبه. ونحن في مثل هذا اليوم نستديم العلاقات الأسرية والروابط الاجتماعية حتى نبني مجتمعا ومكانا لا يوجد فيه للشحناء ولا للبغضاء. هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر والرأس، وإنما تحلق الدين. فلا يوجد في مثل هذا اليوم عباد الله للقطيعة والعدوان وللأذية والحرمان، بل هو يوم صلة الأرحام والإحسان إلى الجيران، يوم الفرح والسرور. ومن أعظم مقاصد العيد إدخال الفرح والسرور على الأهل والأبناء والجيران، وأعظم من لهم حق عليه هم والديه، بالكلمة والابتسامة والجلسة والقبلة والدعاء لهم أن الله يمتعك بهم ويحفظهم ويبارك في أعمالهم. وإن كانوا فارقوا هذه الحياة فلا تنساهم بدعواتك. فهذا يوم قال عليه الصلاة والسلام للنساء: اخرجنا. فقالت المرأة: يا رسول الله، لا يوجد إحدانا جلباب، لا يوجد عندها عباءة. قال: لتعطيها أختها من عباءتها، من جلبابها. الله أكبر. تذهب إلى المسجد تتعبد لله تبارك وتعالى ولا يوجد عندها العباءة، ومع ذلك لم يسمح لها أن تخرج إلى بيت من بيوت الله وإلى شعيرة من شعائر الله من غير جلباب ومن غير عباءة. وهذه رسالة إلى الغاليات المؤنسات، إلى الأخوات الفاضلات، إلى مربيات الأجيال وصانعات الأبطال، إلى من أنشأنا لنا البخاري وأحمد والشافعي، فهم كانوا أيتاما لا يوجد لهم آباء وربتهم النساء، إلى المرأة المسلمة التي في زمن العولمة تواجه من التحديات والصعوبات. اتركي حجابك، انظري إلى شخصيتك، اتركي بيت أسرتك، حاولي أن تنظري إلى الدنيا
وربنا يناديها من فوق 7 سماوات: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فالطريق أختي المسلمة إلى الآخرة محفوف بالشهوات والمكاره. فالثبات اليوم ليس كالثبات بالأمس. الثبات اليوم له الأجور العظيمة، وهو كالجهاد في سبيل الله. لماذا؟ لأننا نواجه الأعداء من الذين هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. ولذلك نقول للأخت المسلمة: دونك هذا الطريق، اثبتي على هذا المبدأ، على الحجاب وعلى الطاعة وعلى تربية الأبناء، فإنما هو جنتك أو نارك. عباد الله، نقول في مثل هذا اليوم: صلوا أرحامكم، أحسنوا إلى من هم تحت أيديكم، اظهروا البسمة والفرح في وجوهكم، فإنما هي أيام دون أيام حتى تلقوا ربكم. أروا الله من أنفسكم خيرا، داوموا على طاعتكم، فقد قضيتم أياما تتقربون بها إلى الله بشتى أنواع الطاعات، فاثبتوا على هذه العبادة، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. ولذلك شرع لنا صيام 6 من شوال بعد يوم العيد، إتماما للفرح وإكمالا للعبادة، وحتى يستديم العبد على طاعة الله. عباد الله، من أعظم الطاعات والعبادات في مثل هذا اليوم أنك تفتخر بأنك مسلم، لا تعبد وثنا ولا شجرا ولا بقرا. ومما زادني تيها وفخرا وكدت بأخمص أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. إن لم تأتك الدنيا، إن لم تأتي منها من خيراتها وبركاتها ومتاعها، يكفي أن الله اختارك من بين المليارات وجعلك عبدا لله طائعا موحدا. فتمسك بهذا التوحيد وقل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لا أطيل ولا أريد أن أطيل عليكم عباد الله، ولكن إنما هي أيام دون أيام، وهذا يومكم يوم عظيم عظمه الله وعظمه نبينا عليه الصلاة والسلام بقوله: حتى يعلم اليهود أن في ديننا فسحة، وحتى يعلم أعداء الله أن أعيادنا ليست للرقص وللغناء، ليست للمعاصي وللسيئات، لا، أعيادنا شكر لله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ونسأل الله بمنه وكرمه أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه وغفرت زلله